قد يظن البعض أن تعيين وزير الداخلية في بريطانيا لا يهتم به المواطن المصري ولا يعنيه، لكن الحقيقة مختلفة. القرارات اللي بتصدر عن وزارة الداخلية البريطانية قد تؤثر في آلاف المصريين المقيمين هناك أو الراغبين في السفر إليها للدراسة أو العمل أو الهجرة. كما أن بريطانيا تعد من الدول المؤثرة في سياسات الهجرة بأوروبا، سياسات الهجرة بأوروبا، ولذلك فإن نجاح أو فشل سياستها في هذا الملف قد ينعكس على توجهات دول أوروبية أخرى. على فكرة، قصة شبانة محمود تستحق التوقف، وهي وزيرة داخلية بريطانيا، فهي ابنة أسرة مهاجرة عاشت جزء من طفولتها في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ثم عادت إلى بريطانيا لتشق طريقها حتى أصبحت أول امرأة مسلمة تتولى وزارة الداخلية، أحد أهم وأقوى المناصب السياسية في البلاد. هي ولدت عام 1980 في مدينة بيرمنغهام البريطانية لأسرة من أصول كشميرية باكستانية. بعد أشهر قليلة انتقلت إلى مدينة الطائف بالسعودية، وكان والدها يعمل مهندسا مدنيا، ثم عادت إلى بريطانيا وواصلت الدراسة حتى التحقت بجامعة أكسفورد ودرست القانون قبل أن تصبح محامية متخصصة في قضايا المسؤولية المهنية والتعويضات. 2010 دخلت البرلمان البريطاني عن طريق حزب العمال، وشغلت عدة مناصب داخل حكومة الظل، ومع كير ستارمر في قيادة حزب العمل عاد نجمها للظهور بقوة، وأصبحت من الشخصيات المقربة إليه. في عام 24 دخل التاريخ عندما أصبحت أول امرأة مسلمة تتولى منصب وزير العدل في بريطانيا. شبانة أصبحت وزير داخلية في 2025، وأصبحت مسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن والحدود في وقت كانت في بريطانيا بتواجه تصاعد كبير في الهجرة غير الشرعية. عندما تولى إندي برينم الوزارة، أصبحت أيضا مستمرة في وزارة الداخلية، لأن ملف الهجرة أصبح أكبر تحدي تواجهه الحكومة البريطانية، خاصة مع حزب الإصلاح الذي جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية محور حملاته السياسية.